عمرنا فكرنا في حياتنا بجد؟ بنسأل نفسنا احنا فعلا بنعيش حياتنا بحرية ولا في حاجة بتتحكم فينا من ساعة ما اتولدنا لحد ما نموت؟ تخيل معايا كده انك بتصحى كل يوم، بتاكل، بتشتغل، بتروح وتيجي، بس السؤال هنا قراراتك دي كلها بتيجي من ارادتك ولا في حاجة او حد ورا الكواليس بتحركك؟ طب مثلا لو لقيت نفسك في شغل مش بتحبه، هل ده قرارك ولا الظروف هي اللي فرضت عليك بكده؟ ولو اخترت تدخل كلية معينة، هل ده فعلا اختيارك الحر ولا ضغوط العيلة والمجموع كانوا السبب؟ طيب لو لقيت نفسك بتواجه حاجة زي المرض او حادثة، هل انت مسؤول عن ده ولا ده مكتوب عليك؟ تعال نفكر مع بعض. لو ربنا بيحاسبنا على افعالنا، هل ده معناه اننا بنختار كل حاجه بحريه ولا في حاجات مش بايدينا؟ ولو في حاجات مكتوبه، يبقى ليه ربنا خلقنا اصلا؟ وليه في جنه وفي نار؟ الاسئله دي بجد محيره جدا، ويمكن كلنا فكرنا فيها في لحظه من حياتنا. في الفيديو ده هنجاوب عن السؤال ان الناس كلها بتتخانق عليه: هل الانسان مسير ولا مخير؟ خلينا نعرف الاول ايه الفرق بين مسير ومخير. خلينا نبدا بالسؤال ده: يعني ايه مسير ويعني ايه مخير؟ مسير يعني في حاجات في حياتك مكتوبه عليك، زي اسمك، شكلك، يوم ميلادك، الناس اللي هتتولد في وسطهم، الحاجات دي كلها انت ما كانش ليك اختيار فيها. اما مخير يعني ربنا اعطاك حريه الاختيار في حاجات معينه، زي انك تصلي او لا، تساعد حد او تظلمه، تشتغل بضمير او تغش. طيب تعال نفكر، لو كل حاجه مكتوبه يبقى ليه نحاول؟ لو كل حاجه بايدنا يبقى ليه في حاجات خارجه عن ارادتنا؟ تخيل انك ماشي في طريق ولقيت نفسك قدام اختيار، طريق يوديك لنجاح وطريق تاني يوديك لمشاكل. هنا ربنا هداك للطريقين، لكن القرار في ايدك تمشي فين. ندي مثال تاني: لو اتولدت في عيله فقيره، هل ده ذنبك؟ اكيد لا، بس بايدك انك تشتغل وتتعب عشان تغير وضعك. السؤال هنا: ايه اللي يفرق عن المصير والاختيار؟ الاجابه بسيطه: المصير هو البدايه والاختيار هو الطريق اللي بتقرره بنفسك. طب خلينا نعرف الانسان مسير ولا مخير. الاجابه ببساطه: الانسان مخير ومسير في نفس الوقت. ازاي؟ في حاجات في حياتنا ما نقدرش نغيرها، زي اسمك، يوم ميلادك، عيلتك، شكلك، المكان اللي اتولدت فيه. دي امور خارجه عن سيطرتك، وده اللي بنسميه القدر او الحاجات اللي انت مسير بيها. لكن في نفس الوقت في قرارات واراده حره ربنا عطاها لك، زي اختياراتك اليوميه، الافعال اللي بتعملها بارادتك، الطريق اللي بتختاره وتمشي عليه. هنا بتيجي مسؤوليتك كانسان مخير. بفكرك لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه، ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لنا لايك، لان اللايك بتاعك بيحفزنا كتير جدا. ويلا نكمل كلامنا. طب ليه بنتحاسب على افعالنا؟ ربنا عادل، الجنه والنار مبنيين على اختياراتك. يعني ربنا مش هيحاسبك على حاجه مالكش يد فيها. الحاجات اللي انت مسير فيها، زي مثلا ان كنت غني او فقير او لون بشرتك ايه، مش هتتحاسب عليها. لكن الحاجات اللي انت مخير فيها، زي الصلاه، الاخلاق، التعامل مع الناس، هنا بتظهر مسؤوليتك. ربنا بيديك الاختيار ويديك عقل تفكر بيه، عشان كده الحساب هيكون بناء عن قراراتك اللي اخترتها بحريه. طب لو حد قال لك انت مسير ولا مخير؟ الاجابه بسيطه: الشخص مسير ومخير، ولا يحاسبك الله الا على ما كنت مخير فيه. بمعنى ان الجنه والنار مبنيين على اختياراتك اللي اخترتها بارادتك. اما الامور اللي انت مسير فيها، زي المرض او الموت، دي امور خارج حساباتك. طب ليه ربنا خلقنا مخيرين؟ ربنا بيحاسبنا بناء عن اختياراتنا. يعني الجنه والنار مش قايمه على حاجات مكتوبه علينا. ربنا عادل، عشان كده ربنا بيديك عقل واراده حره عشان تختار. لكن خليني اسالك: لو كان كل حاجه مكتوبه علينا، هل هتحس باي معنى لحياتك؟ اكيد لا. الحريه في الاختيار هي اللي بتخلي لحياتنا قيمه. في ناس بتقول ان كل حاجه مكتوبه، وده صحيح جزئيا، القدر مكتوب، لكن ربنا بيديك مساحه كبيره تتحرك فيها وتختار. هديك مثال: تخيل انك بتلعب لعبه فيديو، اللعبه دي فيها قواعد معينه ما تقدرش تغيرها، لكن طريقه لعبك هي اللي بتحدد النهايه. السؤال هنا: لو ربنا عارف النهايه، هل ده يلغي حريتك؟ الاجابه لا. العلم المسبق مش معناه انك مش حر. وفي النهايه خلينا نتفق على حاجه مهمه: الانسان مسير ومخير في نفس الوقت. المصير هو الاساس اللي اتولدت عليه، لكن الاختيارات هي اللي بتحدد مستقبلك. ربنا مش هيحاسبك على حاجات انت ما اخترتهاش، لكن هتتحاسب على قراراتك وافعالك اللي كانت بايدك. نصيحتي ليك: ركز على الحاجات اللي تقدر تتحكم فيها، وما تضيعش وقتك في التفكير في اللي مكتوب ومش بايدك. اجتهد، اختار الصح، وخلي حياتك رحله مليانه معنى، لان في الاخر القرارات اللي بتاخدها هي اللي هتحدد مين انت وازاي هتعيش حياتك. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش اللايك لو الفيديو عجبك، والاشتراك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام. اعمل لايك بقى.